اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه العراقيه الفضائيه، وهذه الحلقه المميزه من برنامج واحة المبدعين. رمضان كريم يعود عليكم بالخير والمحبه والسلامه، وعلى جميع الشعب العراقي، وعلى جيشنا الباسل، وعلى حجنا الشعبي. اليوم ضيوفي من واحة المبدعين مختلفين في مجال الابداع، مبدع في مجال الطب الجراحي، ومبدع في مجال الفن. اهلا وسهلا بك شهد. اهلا بك. الفنانه الشابه الواعده شهد علي، اهلا وسهلا بك. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. شو تحبين تقولين لجمهورك؟ رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم ان شاء الله بالخير والمحبه والصحه. ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى مشاهدينا الكرام بالخير والمحبه والصحه. ارحب بضيفي الدكتور الطبيب سنان السناني، اهلا وسهلا بك. مرحبا اهلا مرحبا وسهلا بك. مرحبا رمضان كريم عليك. مرحبا. شو تحب تقول لجمهورنا اللي يشاهدنا؟ اقول لهم مرحبا. مرحبا مرحبا عليك يا دكتورنا الغالي. ارجع الى ضيفتي الشابه الممثله شهد علي، اهلا وسهلا بك. شهد، ايش وقت دخلتي للوسط الفني؟ تقريبا صار لي 9 سنين او 10. 9 سنين. ما بين التسعة والعشرة. شلون دخلتي للوسط الفني؟ عن طريق الدراسه او عن طريق الموهبه؟ لا، عن طريق الصدفه هي صارت صدفه. إيه. هنا صارت الحلوه، من يقول لك صدفه الخير من الف ميعاد. اكيد. صارت صدفه ودخلت بهذا الوسط الجميل والرائع. اكيد حسيت شفتيه جميل من دخلتي بهذا الوسط؟ اكيد طبعا. البدايه حلوه والبالنص حلو والنهايه بعد. النهايه ان شاء الله، ان شاء الله ماكو نهايه، دائما الفن هو ما بي نهايه يعني. ان شاء الله. شفتي الوسط جميل؟ اكيد طبعا. باي مسلسل، باي مسرحيه، باي بدايتي كانت مسلسلة حكاية جامعية، كانت أول مسلسل حكايه إلي. جامعيه. من بعدها اشتغلت مسرحية بمحافظة البصرة، تحياتي لأهل البصرة. اكيد تحياتنا لاهل البصره. ومن بعدها استمريتي. ارحب بضيفي الدكتور سنان السناني، اهلا وسهلا بك دكتور. رايك بالمسلسلات، بالاعمال العراقيه، بفناناتنا الشابات الواعدات؟ انا بصراحه اول شيء مرحبا يعني، وشويه اللغه مشكله. اوكي، احنا ما عندنا مشكله، اكيد لهجتك. والدتك هم تحكي بيك لغه؟ يعني مكسره؟ لا تحكي عادي. صار لك ايش قد طالع من العراق دكتور؟ انا مولود هناك. مولود هناك. Yeah. تجي العراق كل فتره وفتره؟ يعني منين تعلمت العربيه المكسره؟ امي. امك؟ الله يرحمها. الله يرحمها. لا عدله. الله يعطيها الصحه والعافيه، الله يعطيها الصحه والعافيه يا ربي. لحد الان تحكي وياك عربي هناك؟ وتتعلم شويه. هي عايشه ببيت اخويا. ببيت اخويا. هي موجوده باوروبا لو هناك؟ باوروبا هناك. وانت تروح تتعلم العربي؟ اكيد زوجتك. مو اروح اتعلم، احنا يعني كنا ببيت واحد. بعدين تعرف اوروبا زواج كذا تصير. تزوجت؟ تزوجت من الاوروبيه اكيد؟ مصريه. يعني مو عراقيه. مدام سوزان اوجه لها تحيه. احنا بنوجه تحيه لمدام سوزان، نقول لها ان شاء الله الخير والسعاده، ومشرفنا اليوم الدكتور ويانا. دكتورنا، ابداعك وتخصصك بيش او بشنو؟ الطب اكيد. انت طبيب، بس احنا هواي اكو اطباء يعطيهم الصحه والعافيه، بس انت ابداعك انا توصلت الى حاله طبيه نادره. هو زرع عيون. هذا الطب موجود، الزرع عيون؟ زرع عين كامله. زرع عين. بس احنا يعني انت سامعه اكو زرع عيون؟ ممكن، لكن شنو عين ازرع؟ يعني اوكي، تزرع عين خمة، يعني ممكن عين اصطناعيه اكيد؟ لا، عين طبيعيه اخذها من القط. عين من القط؟ من القاط؟ لو من القط لا، يعني عين يقوم يشوف بها او عادي وهيك، يعني عين يعني من البزونه الكات. كات. سبونه منه. احنا صحنا بالعراقي البزونه. اخذ عين. مرتك يجوز المصريه تصيح لها بس. مرتي سبونه؟ لا 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 اكيد، يعني هو تسميات بكل بلد للكات. هاي بؤبؤ نفس عدسه سب، ماكو اي فرق بين قط بين بشر. ويشوف؟ اكيد شور.
يعني انا مخليه على شنو؟ بالضبط، انا ممكن تجميليه، ممكن نو يعني هو مجرب هاي العمليه مسويها. يا تسوي عمليات اضافه جراحية. الى انه انا عندي اكثر من براءه طبيه. يا ممكن يعني زين، اوكي، عمليات مثلا انت ما دام تسوي تجميليه للحروق، انا ما مسوي تجميليه. هذا يعتبر عملية تجميلي. طبية، هاي جراحيه. يعني اذا رأيك؟ كان احد مضطر يمكن قصده يعني انه محتاج انه يبدل العين، مو تجميلي، مو شيء تجميلي او شيء. تضطر شنو؟ تضطر يعني يعني يحتاج. اذا كان واحد تضطر يصير. يا انت يضطر. تضطر تسوي. انا أسوي. والله لا يضطرني على هذا لا، الموضوع. عينك حلوه. الحمد لله والشكر، واشكر رب العالمين اللي وهبني هاي العين. خلينا نرجع خلينا نرجع. رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين، وهذه الحلقه المميزه من برنامج واحه المبدعين مع المبدعه والشابه الواعده شهد علي. يعني ما كملت كلام. نسترسل اكيد دكتور، نسترسل بس اروح لضيفتي وارجع لك اكيد. رايك باللي تكلم الدكتور بانه يزرع عين قط بالبشر؟ والله شيء حلو هو بصراحه، هو ابداع مميز اكيد طبعا يعني، وفي مسامع بياني هم بصراحه، بس بعد ما اعرف يعني احتمال هي عين القط ملائمه لعين البشر هاي يعني. يعني انت ما عندك اكيد عندك قط. لا ما عندنا. شايفه اي شايفه سم يعني شبه كبير. صحيح. يا هذا عمليه احنا في اوروبا صارت جدا بسيطه تغير لون العين بكل مكان. هاي عين بسيط. يسحبون مي من العين يتحول اللون، هاي يعني شيء. سابقا كان براءة اختراع الطبي اكبر من هذا، بس من صار عين مال قاد صار جديد عليه. انا قبل كنت الميت اذا يموت بالصوره طبيعيه 6 ساعات ارجعه. ورا 6 ساعات؟ يعني اذا بالصوره مو ورا 6 ساعات، اذا هو صار اقل من 6 ساعات، اذا 6 ساعات وشويه صعب يرجع. يعني دكتور يكون الميت بغيبوبه او مغمى عليه؟ اكو ميت بغيبوبه. لا هو يعتبر ميت غيبوبه. اي اكو ميت بغيبوبه. اي اكو. لا انا اقصد متوفي. ميت متوفي. يعني ميت هاي خلاص مات والله يرحمه. اذا مو بضربه خنجر. يعني شلون ترجع يا دكتور؟ يعني شلون ما انا ما افهم. هذا شلون افهمه؟ يعني تسوي له عمليه جراحيه دكتور؟ لا هذا موضوع طبي بحت. مو احنا همنا مثقفين وهم نعرف وهمنا. انت مثلا انت ما يصير عندك كلاس يا هذا كلاس اذا ينكسر ما يرجع. ممكن مثلا يلزق او ما اعرف، المهم خلينا نقول ما يرجع. ما يرجع. بس اذا بلاستيك اي شمرة ما في شيء، ما ينكسر، لكن ممكن يتعوج. اوكي ينعقد. اي هذا بشر، قلب بشر نفس من بلاستيك. ها يعني انت تجارب يصير وجزء ما يصير. نو تجارب، انا براءة اختراع عندي. تجارب بتقول انت يعني انت مسوي هذا الشيء؟ شو ويبقى وراها عايش؟ يا 85% يعيش. هذا البرنامج برعاية دينكا. دكتور بصراحة أنا ما اقتنعت بكلامك، ما أعرف أسأل ضيفتي. أنت مقتنعة بهذا الكلام؟ أكيد لا، يعني الأعمار بيد الله، الله ياخذ الروح والله ينطيها. بالضبط. يعني ما أتصور أكو شيء فوقها، يعني إنه يجي بشر أو طبيب مثل حضرتك أو غير يعني مستوى الطب صعب. مستوى الطب أوكي، يعني ايش قد حاولوا هم وصنعوا يمكن هاي عفوا الخروف اللي بوكتها اي دولي وسووها يعني كانما طلع حقيقه، بس برغم هذا ما خلوا بها روح. يعني هو استنساخ صار هذا، مو صناعة يعني. اي استنساخ للخلق رب العالمين، بس رغم هذا يعني ما صارت فد شيء يعني. لا اكو امور يعني بس عند رب العالمين يعني بس انت بطريقه علميه تريد تحكي. يعني رب العالمين اعطى البشر عقل حتى يفكر، مو حتى يصير مثل حضرتك. لا انا اكيد افكر، لان انا ما دا استوعبك يعني دكتور. كلامك مو منطقي.
هو هذا كلام طبي مو فني. عندك ابداع بمجال ثاني يعني؟ عندك فيديو لحد ميت ومعيشه؟ بالضبط يا اعداد، عندنا سي دي جايب وياك ماده. لو قاعدين اجيب سيتي عمليه كامله يعني، وهاي هو مو عمليه هذا. زين ما عندك ميت انت معيشه تخابرنا اياه؟ بالعراق باي مكان؟ لا باوروبا موجود. بالعراق وين تلحق على الموته؟ شو تعيش؟ ايه. طيب دكتور، بصراحه انا قلت لك هذه ما اقتنعت بكلامك، تقول لي لان انت ما تفهم طبنا وهاي. شاهد تقتنع؟ سوري انا ما اقول ما فهم طبنا، إيه؟ اقول هذا كلام طبي. كلام طبي يقنعنا يا دكتور. يعني انا اقول لك ما يعرفك ما يفهمك، اقنعنا. يعني اموت البنيه واعدلها؟ لا اسم الله عليه، جايه ضيفه وجايه طلعت لنا في رمضان، فما نموتها. احنا جبناها بلقاء، ما جبناها نموتها يعني. يعني شلون اقنعك؟ دكتور انا هذا كلامك راح كله يعني ينقص بالمونتاج ويروح، اريدك تقنعني بكلام مميز. زين هسه عوف الميت اللي تعيشه يدي احترقت على رجعها. هذا يصير ترقيع هذا. اي اوكي. لا حرق بسيط يعني. شنو نسبة تشوه مال انت شنو؟ كل شيء ما بيها ولا تشوه ولا اسم الله الرحمن. يصير عليه جلد طلي. كل شيء ما بيها. كل شيء باوع، كل شيء ما بيها. صدق على فكره شلون صارت هاي؟ شلون صارت؟ على فكره هذا الترقيع جلد طلي يصير. اي موجود طلي ارجع. ما يصير هذا انسجه واورده شلون يصير؟ هسه اذا عندك سياره سوداء وتصير بها شخطه تصبغ شخط احمر يصير؟ شو انت تقولين فرق كلر لون؟ هذا ماكو فرق. انت عندكم طلي قبل ذابحه؟ مو انا ذابحته، ذابحيني طليان. شايفه عند ما تشيلين الصوف ايش يطلع جواه؟ يطلع لحم. لا جلد اللازق على الصوف. شنو لون الجلد ماله؟ والله ما منتبه بصراحه. يعني بني او ابيض يعني الوان. هي لونها شنو؟ كيفك انت شو تشوف؟ يعني لونها قريب للون الجلد، يصير بشره سم. يعني نفس الشيء. دكتور مو هي هذا البشر انسجه واورده، والحيوانات حش السامع انسجه واورده مختلفه. يعني انت ما تجي تلقى. ليش متعب روحك؟ كان ترى حرق بسيط يعني بالاوتي شفت. لا احنا بدنا ناخذ الموضوع تفضلت بكلمه قلت لك البشر انسجه اورده. يعني الطلي الحيوان عايش بالرام؟ لا اكيد مو رام يا دكتور. بس يعني انسجه واورده غير الانسجه والاورده على البشر. لا تقول لي نفس الشيء. لا كان حكى الحيوان وكان يتكلم وكان انت شايف هذا احنا نسميه غير، انتم تسموه غير. ابو حدبه رقبته طويله والشمال مطي وهو مو مطي. البعير؟ ايه بعير. ايه من اذا دكتور من تقول بعير لا تنشر علي الله يخليك. والله العظيم. عشان مره تقول ما تبتين، مره تقول بعير. يا دكتور يا حبيبي تحملين لهجتك بس مو تقول لي بعير. انت قلت بعير، قلت لك بعير. اي بعير يا شنو؟ اوكي بعير. لا ولا اقبل انت تقول على نفسك بعير، انت مو بعير انت دكتور. انت شايف بعير عندما يذبحون ابنه او بنته يبكي بعير. صح. شو يعني هذا عنده احساس بعير. ايوه كل الحيوانات عندها احساس. هسه وين المشكله احنا؟ زين اوكي انت عندما تضربين عدة كلب قلتي، عندما تضربين كلب شو يقول؟ حدا يحب الشارع اليوم الكلب من وراك، كل شيء ما يقول اصلا ما ضربه مربته دا عذبه. مثلا ضربتيه شو يقول؟ والله مرات يقول لي ليش، مرات يقوم يبكي. يعني لا اكيد ما يتكلم دكتور. لا اكيد يقول او، يعني هذا دليل على احساس الم. شو يقول دكتور؟ او ايه اكيد يعني صوت هذا ما يتكلم، هذا مو كلام. هذا مو كلام. يتكلم. انا قلت يتكلم. انا قلت يقول يعني دليل احساس الم. اوكي يعني اذا تريد تقرب لي بانه تقول لك نفس الشيء. لا اوكي انا قلت نفس اخي يكون احساس. كل الحيوانات عندها احساس، الله ما خلق شيء بدون احساس. هاي النمله اللي بالقاع تحس خلاص. بس هسه احنا موضوعنا انه الجلد تاخذ من الطلي وترقع بيه للبشر، هاي يعني واقفه وعين بزونه يعني ما اعرف. انت اذا تحبين لا ترقعني بكل ما بيه باوع. هيك توي خفيفه بس يا دوب صارت حمراء بس تاذيني.
هذا ما يحتاج له ما يحتاج لها ترقيع، يحتاج إذا احترقتي يحتاج لها تنقيع بمي بارد. لا أنا إذا احترقتي أنا مستعد أرقيك. رحم الله والدك من احترق إن شاء الله. لا اسم الله اسم الله جل. دكتور ابداع ثاني الله يخليك ارد هذه الحلقه. هذا اكو مرات كفيفيه يعني. اريد انتقل لضيفتي اللي ما يشوفون شو يسموه كفيف. اي كفيف. انا سويت اختراع طوق يلبسه المريض يصير يمشي على البلوتوث. اها يا هذا سماعه المريض مالتك. لا يمشي حتى شلون يسوي هاي ابره شايفه نيدل ابره مال خيط مال خياط هاي شو اسمه. ما انا ما اعرف شوف شاهد زي ما قلت لك يفوت الخيط بالابره. ايوه وهو على البلوتوث. اها يعني قوه تركيز عاليه جدا تصير عندك. هاي ممكن يعني على الدماغ تشتغل السالفه على هاي ممكن مثلا. هو البلوتوث ماخذه من الحصان اكيد لانه هذا الواحد. لا حصان ما عنده بلوتوث. حصان ما عنده بلوتوث. حصان عنده عقل. دكتور بس فهمنا على هالحاله بانه خليه يمشي وينضم النيدو. او وبعدين في حاله التدرن. اي انا سويت المكان الرئوي. اي بمكان الكبد الالياف المتليف سويت واتر بامب. بيشيل مي. لا المي ما بيشيل بس انت بيكشف صراحه دكتور. دكتور بصراحه يعني أنا اشوف ضحك علي صراحه. لا صدقني لا دكتور بالعكس نتشرف فيك. لا شهوده شوي على كيف دكتور. دكتور لا دكتور بس على مود الوتر بام دكتور ممكن نكمل هذه الخاطر دكتور. لا اكيد لا انت شرفنا يا دكتور بس اقنعنا. تفضل دكتور. انا اكيد ما اضحك عليك دكتور بس انت يعني شوي اشياء مو مقنعه. يعني اقول لك ارقعك تقولين لا ترقعني انت شلبت لي عمل ما اريد اترقع انا اريد احترق حتى لا تيه حتى تخلصين على كيف جهه يعني سبايسي سرين. اي سبايسي. دكتور انت شو عجبك نسألك يعني انا بصراحه ما اريد اخسرك بصراحه. خلينا نكمل لنا موضوع الوتر. شنو تريد نكمل الحلقه نروح البيت؟ يلا اي مو يحكي. اي ما مقنع كلامه ما مقنع يحكي اوكي دكتور بصراحه كلامك ما مقنع. يا الله اريد تقنعني. اي اما تراوينا شيء صح لو لا. هسه انا من تسالني شنو اعمالك اقول لك فلان. انا بابا بس احكي وياك شويه انت وياه حبيبي. انت هسه شربتي مي. انا اسفه دكتور بس يعني مو استهزاء بيك يعني حقيقه. المفروض اوكي انت هسه هذا المي شربتي وين راح؟ للوتر. مشدود لك واتر بام انت؟ شو هاي؟ اوكي انت اذا اوكي قالتها للقفشه بس انت تقول مشدود قفشه. من انت شاد له واتر بام؟ هاي ما شايفه. اذا انت مو انت الوحيد المبدع بهذا المجال. انا شاد واتر بام. لا على شنو متعجب؟ واتر بام هاي قدامك. انت مو تقول شد واتر بام؟ انا شد واتر بام. وين تشد المبدع بهذا الموضوع؟ وين تشده؟ يعني واتر بام هذا مال الممرضه وين بمكان كلب مكان المعده. لا شوف انت تستهزئ بيه. لا ودعتك دكتور. معقوله عقل انت عقلك شنو؟ مع عقلي طبيعي يعني. تيجي اشد لك عقل يشتغل؟ لا شد عقل خلف الله عليك ما اريد اي عقل. يا اخي هسه شد لي عقل كل مالي. ما جاي يشتغل. اكو واتر بام وبريته اخليه انسان. لا هو هاي قشاره شو تسوي جوا؟ تشتار مثل ما تسوي بالمبرده غير بالمعده تسوي. انا بواتر بام اقول مثال واتر بام هذا في دافع او في ضخ. يا خبرني حالك. انا بصراحه ما اعرف شو اقول لك يا دكتور. انت اقول واتر بام. دكتورنا العزيز انت عيادتك وين؟ اخريته. وين؟ بخريته فين؟ عيادتي الرئيسيه اوروبا لندن. وهسه بالعراق حاليا جاي مستشفى خريته. برخيته عيادتك. لا بخريته انا متاكده بخريته صح. تندليها المنطقه. اكيد بخريته. هاي كراده. كيف كراده رخيته برخيته. دكتور بصراحه انا عبالي من ضمن الناس اللي يشكون منك
شنو علي شو مسوي؟ لا افضحك دكتور، تدري ليش؟ لانه انت دا يشكون منك، انت تقول لهم اني نفس الحكي يحكي لهم اياه، عيون بزونه مدري شنو، جلد مدري شنو، هالسوالف، وياخذ فلوس يا أخي ومجرد كل سنه يجي يسوي ويروح. لولا ليش ما تقوله منع؟ لولا لا هو صعب، لا بلغنا الامنيه ولا لولا عيونك حلوات انا كنت اشيلهم اخلي بزونه. لا ما اريد منك، هل تريد قشمني لي؟ يعني اللي تريد قشمني تاخذ مني فلوس؟ لا رحم الله والديك، عيوني حلوات. انت بزونه حلو دكتور، انت نصاب او اني بصراحه ما راح اقول لك دكتور. انت يا سنان. انا مو قصاب. لا انت نصاب، انت 56. 56 اي انت 56. لا انا مو انت مستعد تواجه ويا الناس اللي يشتكون عليك. 61 مو 56. 61 62 16 انا هاي مو مشكلتي. شنو مشكلتي استغل وجود شاهد هنا. كم راح نطلع بحلقه، راح اصورك قدام العالم، راح افضحك قدام العالم. قصدي انه مثلا انت مو تقول انا دكتور، حيجوك عالم اللي ما اعرف علاوي. اكيد موجودين. أي. يعني او يخابر لك احد او فيديو او تصوير. لا راح يطلع بالجو، راح يسجل بالحلقه. انت مستعد انه واحد يجي يشكي منك قدامك او تبرر له؟ نو بروبلم. ما عندك مشكله؟ نو. يعني مسترخي انت، يعني ظاهر انت يعني لا كذاب ولا نصاب ولا حرامي. اي اتحداك اذا انت. لا تتحدى، انا راح افضحك اني. تعال يا حبيبي تعال. هسه هاي الكاميرا موجوده، حتى اذا تقول نصور وتقول ما نصور ما نصور. سلام ورحمه الله. هلا هاني، شلونك؟ شو اخبارك؟ هاني شنو موضوع الدكتور؟ هذا زوجها؟ لا هذا واحد عنها، هي ضيفه شابه ممثله جايه ضيفه وياك. هذا مشتكي عليك. هذا من عنده فد 5 6 اشتكوا، من اروح لهناك وقالوا لي يا معود هذا دمرنا، يعني ياخذ منا آلاف الدولارات. نفسه 5 6؟ ماكو نفسه 5 6. تضحك على كم واحد مثله انت؟ ما اضحك على واحد. انت بعد هاي انتهت ورقتك، انت انفضحت. تضحك وجيت الاستاذ علي وقلت لي يوم الاثنين تعال وجاي من 12 عشان نحدد لك. ضحك عليك انت مضحكه؟ ضاحك علي. اي صقطت ابوي، مو شليت ابوي انت جيناك للعياده لو لا؟ عياده شنو؟ عياده مالتك هاي السميه، تاخذ لك كم واحد، تاخذ لك كم واحد مراجع عندك، تاخذ الفلوس وتطفر بيها. انت فاشل، انت دكتور. انا مع احتراماتي بالضبط. يعني انت الناس تتهمك بالنصب والاحتيال يعني انت حرامي يقولون عليك. هذا مخبل هذا. لا مو مخبل. لا مو مخبل، هذا مشتكي. عياده اشد لك. هذا مشتكي. كلب انت. كلب الشد لي؟ انه بتغلط علي يا دكتور. انا احترم جاي من استاذ علي. حبيبي تسلم لي. دكتور ايش تسلم لي. وانا من ما شرفنا اعرفك. توهيك. لا ما ليش تضربه؟ ليش تضربه؟ استاذ علي طفي الكاميرات. ليش تضربه؟ ليش تضربه؟ ما هذا اسلوب دكتور. واخرج اسلوب دكتور واخرج. تعال يا شباب تعال ما شغل يا شباب. شوف صوروا لي تعال تضرب استاذ علي. ما احس انا جيتك وقلت لك هو انسان. لا هو راح ينفضح هذا واحد. اطلع برا فاشل. اطلع برا. والله اسلوب دكتور هذا. اطلع برا. يلا صدق اطلع. لا تضرب. اقول لك لا تضرب. اخرج. تعالوا يا شباب. اطلع برا. اطلع يلا طلع. روح دكتور فاشل. تعال سريج ولا شغله. سريج انا من هذا. سريج عوفي. اطلع جيب. طلعوا برا. شنو؟ شكله هذا. يلا طلع جيب لي طلع. لا يلا انت منين الولد هذا؟ عمك ابو مدلل شو هذا الولد كان اكثر من الضيوف. لا منين؟ اسمي طبعا من العراقيه الفضائيه اكيد، وانا اخوك كاظم مدلل. نتشرف بيك شهوده، فنانتنا الشابه الواعده، يا رب نشوفك دائما نجمه ما راح اشوفه عاليه. دفره برجلي. منين؟ منك كذب صدق والله؟ شنو؟ هاي شو مسوي؟ ما نخلص منك كاظم، ما نخلص. شنو رايك بالبرنامج شهد؟ كاظم تشرب شعر؟ يا شهد هاي شعريه مو مي. شهد طبعا كنت ضيفه مميزه وخفيفه الظل، شو تحبين تقولين جمهورك من برنامج طحت بها من العراقيه الفضائيه؟ اكيد جو لك. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم على جميع الشعب العراقي. هذا الولد بس دقيقه وياك؟ لا والله انا وايد جايه. لا عمك التمييز. بلال شو مو اسود. اي رايك بالبرنامج؟ والله برنامج حلو وفكره كلش حلوه. جمهورنا العزيز، حلقه مميزه مع شهوده،
وكانت خفيفة الظل. أكيد انتظرونا حلقة جديدة أخرى من برنامج طحت بها مع نجم آخر، العراقية الفضائية.